زميلي وحشتوني اوي اوي اوي. بعتذر لكم، اسف اوي والله عشان الفيديو بتاع يوم الاحد ما نزلش، بس حصلت كده شويه دربكه هبقى احكي لكم عليها بعدين. ومش هطول عليكم الصراحه في الفيديو ده، هو فيديو كده ايه خفيف ظريف زي الفيديوهات الصغيره بتاعتنا، واتمنى انه يعجبكم يا رب. وهحاول على قد ما اقدر اعوضكم والله عن الفيديو بتاع يوم الاحد اللي فات اللي عدى. بس المفاجاه الحلوه بقى ان احنا قريبين اوي اوي ان احنا نقفل 100 سبسكرايب. طبعا ده يعني يعتبر حاجه قليله بالنسبه لكم، بس ده رقم كبير بالنسبه لي، وهحس فعلا ان المحتوى اللي انا بقدمه مفيد قوي بالنسبه لكم. فساعدوني كده، واي حد يشوف الفيديو ده ما ينساش لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، زي ما قلت محتاج الدعم الفتره دي قوي. اولا بقى كده قبل اي حاجه، صباح الخير او مساء الخير على حسب ميعاد فرجتك على الفيديو ده. وزي ما انت كده قريت من عنوان الفيديو واللي خلاك تخش كده تتفرج على الفيديو ده، بص يا سيدي، الفيديو ده هنحاول على قد ما اقدر ان انا اذكر لك حاجات ما يبقاش فيها يعني ايه، ما يكونش فيها راس مال انك تبتدي بيه، يعني حاجات كده خفيفه انك تبتدي بيها بالاول، او انك تجرب الكلام ده كله. كل واحد فينا في الفتره دي بقى بيتعلم حاجه او بقى عنده موهبه في حاجه، اذا كان برمجه، اذا كان جرافيك، اذا كان ترجمه، مهما كان الحاجه اللي انت شايف نفسك انك كويس فيها وانك تقدر انك تبدأ فيها، فانت تقدر انك تشتغل الشغلانة دي على مواقع الفريلانسر، اذا كان ابورك، اذا كان خمسات، اذا كان مستقل. وفي مواقع تانية كتير جدا ينفع انك تشتغل عليها اذا لو انت لسه مبتدئ وهتبدأ في الحاجات دي، لان المواقع اللي انا ذكرتها لك دي يعني نقدر نقول ان فيها منافسة عالية حبتين. طيب انا عندي مهارة وهخش على المواقع دي، ايه اللي اقدر ان انا اقدمه؟ اذا كنت بتعرف تصمم مواقع، هتلاقي ناس كتيرة وشركات كتيرة بتبقى عايزة مصممين مواقع للشركات بتاعتهم. اذا كنت جرافيك ديزاينر، هتلاقي ناس كتيره بتطلبك للاعلانات والشغل ده. اذا كنت مترجم، في ناس كتيره بتبقى عايزه تترجم بي دي افات وتترجم فيديوهات. حتى اذا كنت اديتور للفيديوهات، وفي كتير مننا كصناع محتوى بيروحوا للفريلانسر انهم يعملوا لهم او يمنتجوا لهم الفيديوهات بتاعتهم. طبعا الشغل ده مش خاص بيا انا شخصيا، لان لسه احنا في الاول، بس ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل للمرحله دي. فزي ما قلت، مهما كانت الموهبه بتاعتك انت هتلاقي شغل ليك عليها في الفريلانسر. طبعا في الاول حتى لو ما لقيتش شغل او ما لقيتش حد يخش انه يطلب منك شغل، انت تقدر تخش حتى وتبعت ايميلات للشركات وتبعت ايميلات للناس، حتى انك تعمل لهم حاجه مجانا. فانت تقدر انك تعمل لهم عينات مجانا انهم يشوفوا شغلك انت عامل ازاي. فانت قصاد الحاجات اللي انت هتقدمها لهم دي، اكيد بعد كده بقى تقول لهم ايه، لا احنا نقدر ان احنا نتفق ان انا اعمل لكم شغل بس بمقابل مادي. واحده واحده ربنا يفتح عليك. طبعا الكلام ده ما بيجيش يعني على طول، في الاول انت هتتعب، وصدقني مفيش حد اساسا فينا يعني بيوصل اللي هو عايزه بالساهل، بس تتعب شويه صغيرين وتوصل في الاخر احسن من انك ما تتعبش خالص وما توصلش اساسا. نخش على تاني حاجه، ودي مش محتاجه اي راس مال. هي دي كل اللي عليك بس انك تشوف ايه الحاجات اللي انت ما بقتش تستخدمها في البيت او ما بقتش مهمه بالنسبه لك، وانك تعرضها للبيع. اذا كان موبايل قديم ليك، اذا كان لابتوب جبت واحد احدث، اذا كانت شاشه قديمه، مهما كان اللي عندك انت ما بقتش بتستخدمه، في غيرك هيقدر انه يستفاد منها. وعندك اماكن كتيره انت ينفع تعرض عليها الحاجه بتاعتك، اذا كان على الفيسبوك، اذا كان على دوبيزل، وطبعا اللي ما يعرفش اوليكس بقى دوبيزل على حسب الاعلانات اللي بنشوفها، ومواقع تانية كتير طبعا. بس دول اشهر حاجتين او اشهر مكانين الناس بتعرض عليها الحاجه بتاعتها عشان تتباع. فانت شوف ايه اللي عندك انت ما بقتش بتستخدمه، حتى لو فردة شراب من قديم الازل. وطبعا هو هتعمل كده عشان ايه؟ ما يضحكش عليك. اتكلم بأدب يا ولد. ولد. اتكلم بأدب يا ولد. ولد. ده انا بابن بيه. ما تنسى. المهم شوف ايه اللي عندك انت ما بقتش بتستخدمه وارده للبيع. فالحاجات دي اللي انت هتعرضها للبيع وهتتباع معاك دي، هتجيب لك مبلغ او راس مال. انت بعد كده بقى تقدر انك تكبر الحوار ده، انك تشتري حاجات من الناس اللي بتعرضها للبيع. الحاجات دي تظبطها، تعدل عليها، تشوف هي محتاجه تتصلح ايه فيها. اذا كان موبايل محتاج شاشه تصلحها وتعرضه للبيع باعلى، انت في كلا الحالتين انت هتبقى كسبان. وطبعا الزبون ما بيجيش في الاول كده، هو برضو في ناس كتير هتبعت لك. انت ممكن تبقى عارض الموبايل ب 3000 جنيه، تلاقي واحد يبعت لك يقول لك ايه، صاحبي انا معيش غير 800 جنيه، تخلص فيه على 800 جنيه. سيبك من الناس دي، تمام؟ دي محلات بس بتحاول انها ايه، تستلقط كده موبايلين حلوين. بس الفكرة ان انت هتلاقي اشخاص تشتري منك الحاجة دي. الرأس مال اللي هيجيلك تقدر انك زي ما قلت لك تشتري بيه حاجة تانية تعرضها للبيع، وهكذا. يبقى شغل رايح جاي معاك. في الاول مش هيبقى فيه راس مال، بس بعد كده الدنيا هتكبر وهتوسع معاك. فانا كده قلت لك حاجتين، قلت لك على الفريلانسر، وقلت لك على انك تشتري حاجات وتعرضها للبيع، فاهمني انت؟ او تبيع حاجات قديمة عندك كبداية كده، يجيب لك رأس مال. بعد كده تشتري انت حاجات وتبدأ تعدل عليها وتعرضها للبيع. في ناس كتيرة بتعمل الحوار ده. تالت حاجة بقى، وهي اللي مخلياك قاعد بتتفرج على الفيديو ده، واكتر حاجة انا بحبها، واكتر حاجة يعني انا الاقي نفسي فيها، وهو اليوتيوب.
اليوتيوب يعني يعتبر حاجة مش محتاجة أي رأس مال، هو بس محتاجة شوية حاجات كده خفيفة زي الإضاءة، زي الميكروفون، الكاميرا. وطبعا أنا يعني على حسب اللي عارفني ومتابعني من أول فيديو نزلته أنا بصور بكاميرا الموبايل، بس بقى بدأت أتعلم إزاي اللي أنا أظبط الإضاءة، إزاي اللي أنا أظبط الكاميرا بتاعة الموبايل، إزاي أكتب سيناريو. الدنيا يعني بص الأول هتبقى صعبة بس بعد كده لما تتعود إنك تقعد وتتكلم قدام الكاميرا الدنيا هتبقى سهلة قوي بالنسبة لك. الموضوع ده بياخد وقت وانا عارف انه بياخد وقت، بس انا قررت ان انا امشي في الطريق ده. هتقولي ليه قررت تمشي في حاجه زي كده او حاجه هتاخد معاك وقت؟ ما اعرفش، لان يعني لازم تبقى عارف ان مفيش حاجه هتيجي بالسهل، هتتعب عشان توصل اللي انت عايزه. مهما كان المشروع بتاعك، مهما كان البيزنس اللي انت ناوي اللي انت تاخده، مفيش حاجه بتيجي بالسهل. ولو الحاجه اللي انت ماشي فيها دي سالكه معاك اعرف انك ماشي غلط. لازم هتلاقي مطبات، لازم هتقع مره واتنين ومية. بص مش هتوصل بالسهل، بس اهم حاجه اعمل الحاجه اللي انت مرتاح وانت بتعملها وسيبها على الله يا عالم. يمكن الفيديو اللي فات ما ضربش، الفيديو ده يضرب. يمكن الفيديو ده مش هيضرب، اللي بعده هيضرب. المهم ان شاء الله في حاجه من اللي انا بعملها ربنا هيكرمني فيها، وانا واثق ان انا هوصل. طبعا بيكم وطبعا باخواتنا اللي هيجوا اللي هيشتركوا في القناه اكيد هنوصل للي احنا بحلم بيه. وانا ما بتكلمش كمشتركين عندي في القناه او كاشخاص غريبه، لا بالعكس، انتم بالنسبه لي صحاب وغير صحاب، انتوا عيله تانية ليا. وانا كده يعتبر قلت لك على 3 اخف حاجات انت تقدر انك تستخدمهم انك تبدا البيزنس بتاعك. شوف ايه فيهم انت تقدر انك تعمله، ممكن تعمل لو تقدر تعمل التلاتة اعمله، مش هقول لك لا، ده لو وقتك يسمح. وادعي وان شاء الله ربنا يكرمك. ويا عالم بكره مخبي لك ايه. لو عجبك الفيديو ما تنساش وحط الكلمه دي دايما على في دماغك، الكلمه دي تعتبر الشعار بتاعنا اساسا. وكان في بطن الحوت امل، اذا كان في بطن الحوت امل مش هيبقى في الدنيا دي امل؟ قول لي ايه رايك في الفيديو في الكومنتات، وما تنساش لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، واستناني في فيديو جديد بموضوع جديد. اشوفك على خير.